السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الجو برد وساقع قوي، محتاج بقى شويه شرب الكوارع وفته بقى. نعملوها مع بعض بطريقه سهله وبسيطه، بس اهم حاجه تعملوا اعجاب للفيديو واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس. نقول بسم الله ونبتدي. اول حاجه معانا الكوارع. جايبه كورع كده، والراجل طبعا مكسرهولي، وجبته تحت الحنفيه وغسلته كويس قوي، وقعدت ادعك فيه بالليمون والدقيق بقى والملح لما نضيف زي ما انتوا شايفينه زي الفل. وبعد كده بقى نقعته في شويه ميه ودقيق وليمون، سبته كده لمده ساعه. بعد كده بقى جبت تحت الحنفيه ورحت شطفاه بقى زي الفل. حطيت حلة على النار فيها شوية مية، وأول ما غليت حطيت فيها الكوارع تاخد غلوة واحدة بس. أنا مش هسويها، أنا بديها زي غسلة كده، غلوة واحدة وأطفي عليها وأصفيها من ميتها وأشطفها تحت الحنفية. نفس الحلة بقى هشطفها وأحط فيها معلقة سمنة، وأول ما تسيح على النار أحط فيها فصين مستكة وشوية حبوب كده من الفلفل الأسود، وبرضه حبوب كوبيبة صيني وعود قرفة وورق لورا وحبهان. واديهم تقليبه كده، اطلع الروايح بتاعتهم، الزيوت بتاعتهم كده تطلع تبقى ريحتها حلوه. اروح حاطه عليهم الكوارع، اديها تقليبتين كده مع البهارات الحصى بتاعتنا. بعد كده هنزل عليهم بقى بطماطمايه وجزرايه وكام بصلايه كده اللي هم القوارمه الصغيرين، واحهم بقى كده كلهم مع بعض. بعد كده بقى ايه، اجيب الميه السخنه المغليه واحطها فوق الكوارع، ما تبقاش ميه ساقعه، الميه تبقى سخنه مغليه، واسيبهم بقى على النار كده لغايه ما تستوي. هتقعد معاكي مثلا من ساعه ونص لساعتين. علشان اسرع بقى من السوا بتاعتها، احط 2 من النقع بتاع البلح وشويه سكر صغيرين بيسرعوا من عمليه السوا. الكوارع بتغلي معانا ودخلت دلوقتي في السوا، الله ريحتها حلوه جدا والشوربه صافيه وجميله. دلوقتي بقى الكوارع بتاعتنا استوت اهي، بقت عامله زي الزبده. احط لها الملح بتاعها واسيبها بقى تغلي غلوتين وهطفي عليها. احط الطاسه على النار واحط فيها معلقه سمنه ومعلقه توم مفروم، واديها تقليبه. اول ما تدخل في اللون الذهبي هروح نازله عليها بفلفل الوان، احمر اخضر اصفر، حسب اللي عندك. ده موجود عندي في الفريزر، طلعته زي ما هو متلج كده احطه على النار على طول. اديله تقليبه وانزل عليه بكوبايه عصير طماطم، واحط شويه ملح وشويه فلفل، واخليهم كده يتسبكوا مع بعض غلوتين واطفي عليه. بعد ما اخد غلوتين مع بعض جبت الطاجن يكون مسخناه في الفرن، واحط فيه الكوارع وانزل بقى فوق الكوارع بالخلطه بتاعتنا دي، وادخلها الفرن بقى. والله على الروايح والجمال. نعمل بقى الدقه اللي هنحطها على فتة الكوارع، واحط الطاسه برضو على النار واحط فيها معلقه سمنه ولو بلدي تبقى حلوه جدا، ومعلقه توم كبيره، واديها تقليبه. اول ما تاخد اللون الذهبي انزل عليها بشويه خل ياخد تقليبه، واروح حاطه عليه كبشتين من الشوربه بتاعت الكوارع يعني تخف من حده الخل. حط كده حله على النار وفيها معلقه سمنه ونص معلقه توم مفروم، واول ما يبقى ذهبي احط عليه حوالي معلقتين خل، اديله غلوه كده وانزل عليه بعصير الطماطم او الطماطم اللي متسبكه عندنا في الفريزر، وانزل عليها بملح وفلفل واسيبها تاخد غلوتين واطفي عليه. انا عامله بقى طبعا رز ابيض. هجيب طبق التقديم واحط فيه العيش الناشف، وهبله كده بشويه شوربه بس مش كتير علشان ما يبوش مننا، وهحط برضو فوق الشوربه شويه للدقه بتاعه التوم. بعد كده احط الرز الابيض بتاعنا، وفوق الرز اروح حاطه عليه الدقه بتاعه التوم، واروح حاطه الكوارع بتاعتي في النص، واحط على فوق الكوارع معلقتين من الصلصه اللي احنا عملناها، وارش عليها شويه ملح وفلفل من فوق. اكل الفته بتاعتنا الله شكلها حلوه وريحتها وطعمها تحفه، حلوه جدا. وطبعا تنفع قوي في الجو البرد اللي احنا فيه، جو ساقع وبرد جدا، فدي بقى تتاكل بقى وتدفينا وترم العظم، جميله جدا. جربوا طريقتي وهتعجبكم جدا، وما تنسوش اهم حاجه تعملوا اعجاب للفيديو واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.